امتى الكربوهيدرات تخليك شخص عندك عضلات منفوخه دايما وعروق باينه، وامتى تخليك شخص عندك دهون في اسفل البطن والخواصر ودهون كمان عنيده؟ تابع معايا الفيديو كويس جدا لان اجابه السؤال ده سهله جدا، اللي هو السهل الممتنع، تقدر تعملها في بيتك من غير ما تصرف ولا جنيه، بس هتعدل مساله بسيطه جدا. اول حاجه يا كابتني، احنا عندنا مخازن في جسمنا لحاجه اسمها جلايكوجين. ايه هي الجلايكوجين دي؟ الجلايكوجين دي الكربوهيدرات اللي احنا بناكلها بتتحول لجلوكوز في الدم، واكيد انت عارف يعني ايه جلوكوز، اللي هو سكر الدم. بعد كده بتتحول لصوره ثانيه صلبه شويه اللي هي الجلايكوجين، وبتتحط في المخازن بتاعه العضلات وبتاعه الكبد. طيب المخازن دي لما بتتملي على اخرها بتبدا تدلدق بره، وهنا بيبدا يحصل عمليه الدهون اللي هي الخلايا الدهنيه تبدا تستوعب دهون اكتر، فبالتالي تبدا تزيد في الوزن الخلايا الدهنيه. فاحنا كده نقدر نفهم ان الكربوهيدرات طول ما هي ماليه الكوبايه او في حدود الكوبايه هتدينا عروق وكمان نفخه في العضلات تكون كويسه جدا. اول ما تبتدي تدلدق لبره يبقى احنا كده فهمنا اللي احنا هنبتدي نخزن دهون. فالكربوهيدرات حاجه مهمه جدا لاي رياضي، لان هي مصدر الجسم للطاقه الاولي والاخير قبل الدهون على طول. طيب في نقطه مهمه جدا، ازاي اكل كربوهيدرات من غير ما يحصل لي مساله عمليه الدهون ديت اللي انا يتحول لدهون؟ اول حاجه اللي انت تكون حاسب السعرات بتاعتك وماشي على نظام غذائي محسوب السعرات ليك، مش بتاكل كميات اكل عشوائيه. تاني حاجه والمهمه اللي انت تكون بتاكل كومبلكس كارب او كربوهيدرات معقده، زي البطاطا وزي الرز الاسمر وزي العيش الاسمر وزي الرز الابيض، وكمان زي الخضروات والفواكه فيها كربوهيدرات معقده، زي مثلا الفاصوليا الحمراء فيها بروتين عالي جدا وكمان فيها كربوهيدرات معقده. الحاجات دي هتخليك دايما ما عندكش دهون كتير، لان هي بتكون صعبه الهضم وفي نفس الوقت بتخليك شبعان شويه حلوين لو اكلت منها كميه محترمه، فبالتالي مش هتزود منها. زي مثلا كيس السكر ده اللي ممكن يكون فيه هو لوحده كده 30 سعر حراري، فتخيل انت مثلا انت لو خدت 10 من دول تشوف الموضوع هيكون كام. فلو عايز تحافظ اللي انت دايما يكون عندك عضلات منفوخه وعروق منفوخه، كل كربوهيدرات ما تمنعهاش، بس اهم حاجه اللي انت تكون حاسبها من النظام الغذائي بتاعك السعرات الحراريه بتاعتك، وبكده تبقى انت عرفت الكربوهيدرات فايدتها ايه وكمان ازاي ما تحولهاش لدهون. انا كنت احمد عجلان بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين، فلو لسه اول مره تشوفني يا ريت تعمل متابعه، ولو محتاج نظام تدريبي وغذائي ادفع تسالني عن باقات التدريب الاونلاين. سلام.